210,000 لكل مطلقة في قانون الأحوال الشخصية الجديد وفقا لنص المادة 18 مقرر من القانون. في كذا سؤال جالي بخصوص الموضوع ده. أول سؤال جالي: يا أستاذ محمد، هو القانون ده اتطبق ولا لسه؟ يعني أنا دلوقتي اتطلقت دلوقتي وبقالي مثلا 15 سنة في الجواز، أو 10 سنين في الجواز، أو 5 سنين في الجواز، فهل أنا مستحقة للنفقة اللي في القانون؟ طبعا الإجابة لا، لأن لسه القانون لم يقر بعد، يعني لسه معروض في البرلمان، لسه لم يصدر بعد، ولم يقر ولم يصدر في الجريدة الرسمية، فبالتالي هو مجرد مشروع قانون. بل وضيف على كده إن الزوجة ليها شقة تمليك، و210,000 لو كملت 15 سنة، و120,000 جنيه لو كملت 10 سنوات، ومن 5 سنوات فما أقل، يعني أقل من 5 سنوات، ليها 36,000 جنيه. دي المزايا اللي هيديها القانون للزوجة في حالة طلاقها في المدد اللي أنا اتكلمت عليها. طيب، فبالتالي الناس اللي كانت داخله بتسال هل هو من حقي ان انا اخد المبلغ ده، فانا حابب اقول لحضراتكم ان القانون لسه لم يقر بعد، وهو لسه مشروع قانون في البرلمان، ورب ما يقرش عشان الازواج هيطلع عينيهم. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.